ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وجايب لكم النهاردة فيلم حكاية، بس الأهم عندي تتابعوني للنهاية. وفيلمنا بيبدأ بسارة وهي بتكون نايمة على السرير، وبتكون كمان كفيفة، وباين عليها كده ان هي تعرضت للاغتصاب. وبيبقى المفتش بولي في الأوضة وبياخدها وبيعرضها على وكيلة النيابة، وبتقول لها سارة ان بعد ما بابا وماما خرجوا دخلت انا استحمى وطلعت الأوضة، بس حسيت ان في حد معايا في الاوضه. وبتكون ساره متعلمه النحت من قبل ما هي تفقد البصر، وكمان عرفت تنحت شكل المجرم. وبيقول ابو ساره للمفتش ان هو شاكك في مايكل اللي كان بيثور كرهم فينو، فبيقبضوا ساعتها على مايكل. وبتبقى ساره لابسه الطرحه ومغطيه وشها وبتحسس على وش مايكل، وساعتها هي بتعرفه وبتضربه بالقلم. والاعلام هنا بيتكلم على قضيه الفتاه الكفيفه، ودي بتكون سونيا مرات ابو ساره القديمه، وبتبقى بتشوف الاخبار وبتشمت قوي ان ساره كمان فقدت بصرها وتعرضت للاغتصاب. وبيتحط مايكل هنا في الحبس، وبيصوروا ساعتها امه وابوه. وابوه كريس بيقول له صرفت عليك كتير وفي الاخر وصلت هنا بغبائك. وامه بتقول له هنقول ايه للناس بعد ما احنا حطيتنا ميعاد فرحك وانت دايما كده بتعرضنا للذل انا وابوك، انت ليه كده يا ابني؟ وبيجي المحامي راشو معاه بنته بيرنا بالطياره، وبيقعد كريس مع راجو وبيحكي له القضيه. فبيقول له راجو ان ابو ساره عنده ولدين من مراته الاولانيه وهنساوموا عليهم، ودي الاستراتيجيه اللي بيبقى شغال بيها. وبيقول راجو للاتنين الشباب اللي شغالين عنده ان هم يروحوا يعرضوا لابو ساره التعويض. وبيروحوا الاتنين الشباب دولت لابو ساره وبيعرضوا عليه 2 مليون، وكده كده مايكل مش هيخسر القضية. فبتقول لهم سارة حتى لو احنا خسرنا القضية احنا مش ياسين عشان نعيش على فلوسه. والشباب بيقولوا لها انت هتفضلي عمية وعمرك ما هتكسبي اي حاجة، فخدي لك الفلوس تسندي عليها بدل ما تمشي وتشحدي في الاخر. وبيطرد ابو سارة الاتنين الشباب، وبتيجي جلسة المحكمة، وراجو بيقول للقاضي ان المجرم اللي اغتصب سارة ما سابش وراه اي دليل ولا بصمة ولا سائل منوي، وحتى الضحية ما شافتهوش، ومش مجرد نحت عملته ده يثبت ان هو نفس المجرم اللي اتهجم عليها، ومفيش دليل حسي خالص ضده. والقاضي بيحكم بخروج مايكل بكفالة، وبيقعد راجو مع مايكل في المكتب بتاعه وبيقول له احكي لي بقى اللي حصل بالظبط. ومايكل ساعتها بيحكي له كل حاجة بالتفصيل. ولما بيروح راجو وهو قاعد يتعشى مع بيرنا بنته بيقول لها ان مايكل فعلا استغل ان سارة عمية واغتصبها وما سابش وراه ولا ثغره. فبتقول له بيرنا المفروض مجرم زي ده يتقتل. وراجو بيقول لها ما تنسيش ان احنا محاميين وشغلتنا ان احنا نخرج المتهم. وبيروح ابو ساره لكل محامي يطلب منه ان هو يمسك القضيه، بس ما فيش ولا محامي بيرضى ان هو يمسك القضيه دي. ولما بيروح البيت وبيقعد مع مراته بيقول لها ان راشو اشترى كل المحامين الكبار. وساعتها الباب هنا بيخبط وبيدخل عليه المحامي سولي، وبيقعد وبيعرض عليه ان هو يمسك القضيه مقابل مبلغ مالي بسيط، ولو مش معاه دلوقتي يمضيله على بياض. بس ابو ساره هنا مش بيكون مرتاح له وبيرفض ان هو يمضي العقد، وبيقول له سيبني دلوقتي افكر. ودي بتكون هنا وعماله تتكلم مع عميله، والعميله دي ناسيها خالص وعماله تغسل في الهدوم. وبقالها هنا 6 ساعات عماله تقترح عليها ان هي تغير الشهاده بتاعتها مقابل مبلغ كبير. وبتطلع هنا من عندها وبتقابل المفتش بولي في العربيه بتاعته، وبيسالها بولي عن المحامي زميلها اللي اسمه فيجا. وبيروحوا هما الاتنين لبيت فيجا، وبيكون ساعتها نايم وبتصحيه هنا، وبيدخل يستحمى وبيخرج ويجي يقعد معاهم. وبتقول له هنا على قضيه البنت الكفيفه اللي تعرضت للاغتصاب وانها عايزاه يمسك القضيه دي. فبيقول لها فيجا ان هو سايب المحاماه من زمان وسيب القضيه دي لمحامي عنده خبره احسن. فبتقول له هنا القضيه دي بيدافع ضدها راشو، واظن ان انت لازم تاخد حقك منه. فبيقول لها فيشا انا نسيت وما بقاش عندي اي انتقام لحد. فبتقول له تعالى معايا مشوار وابقى قرر بعدها هتاخدها ولا لا. فبتوديه لساره وبتخليه يقف معاها في الاوضه وبيتكلم معاها لوحدهم. فبتقول له ساره شكرا ان انت مسكت القضيه، وانا بصراحه متفائله بيك انت ان انت تمسك القضيه. فبيقول لها فيشا انا بقالي 5 سنين ما دخلتش محكمه ومش عارف هتفهمي كلامي ده ولا لا. فبتقول له ساره انا فاهمه قوي، ولو مش هتمسك قضيتي انا مؤمنه بالله ان هيجي حد يساعدني، وانا كان ممكن قوي اهرب من المكان ده، بس انا حابه ان انا افضل في مكاني ومش هعيش خايفه من حد اعتدى عليا. وبيخرج فيشا من عندها وبيقول لابوها وزمايله وهو ماشي سيبوني ادرس القضيه.
وبيكون فيشا هنا مع المفتش بولي في العربية، فبيسأله بولي انت ليه بتحاول تتجنب ان انت تمسك القضية زي دي؟ فبيقول له فيشا انا مش خايف من فشلي، انا متعود على كده، بس اللي انا خايف منه قوي ان البنت دي تخسر القضية بتاعتها وهي مؤمنة قوي بيا. فبتقول هنا الفيشا علشان كده احنا اخترناك، وانت بصراحة محامي مميز وبتفكر بطريقة محترمة. وبيكون ابو سارة مع هنا وبولي، وبيكون متوتر شوية قوي من المحامي انه بقاله كتير ما مسكش قضية. فبتحكي له هنا ان فيشا كان شغال في البداية مع راشو في المكتب بتاعه، وفي يوم جات له قضية يمسكها، وانا كنت في الوقت ده موظفة في المحكمة، وفيشا طلب مني ورق مهم، والورق ده مش بيطلع لحد خالص، بس علشان فيشا كنت واثقة فيه اديتهوله، وبعدها الورق ده ضاع والقضية اتحولت لجناية، وفيشا اتوقف عن العمل لمدة 5 سنين، وانا كمان اتفصلت من المحكمة. وبعدها عرفنا ان راشو هو اللي ورا الحكاية دي كلها، وحاول راشو ان هو يقرب بنته بيرنا لفيشا بأي طريقة، بس هو فشل. وبيحاول فيشا هنا يذاكر القضية كويس ويكتب أي حاجة يوصل لها في الورق، وبيكون هنا توصل إن المادة الكيميائية اللي على قطار المهبل بتاع سارة نفس المادة اللي موجودة في الواقي الذكري، وبتيجي الجلسة، ودي بتكون سيما الشغالة اللي في بيت سارة، وبتحكي إن هي سابت البيت وقفلت على سارة، ولما رجعت لقيتها خايفة قوي وباين عليها إن في حد اعتدى عليها. وبيبقى راشو بيستجوبها وبيسألها مين اللي معاه مفاتيح البيت، فبتقول له سيما هما نسختين، واحدة معايا وواحدة مع أبو سارة. فبيقول لها راشو طب ما هو ممكن أبو سارة يدخل ويخرج وانت بره، بما ان هو معاه طبعا نسخة مفتاح. وبعدها فيشا بيكون بيستجوب أم سارة وبيقول لها آخر مرة شفت مايكل امتى؟ فبتقول له أم سارة وهي بتفتكر ان هو كده سأل على بيت فينو كارهم، وكانت سارة وقتها واقفة وسمعته. وبعدها بيستجوب راشو أم سارة وبيقول لها انت مش كنت متجوزة تاجر سيارات قبل ابو سارة وهو مات؟ فبتقول له ام سارة ايوه. وراشو ساعتها بيبتزها وبيقول لها وكوسك القتيم افتقر ما سابلكيش حاجة قبل ما يموت؟ فقالت له ايوه. فبيقول لها راشو انت كنت عارفة ان ابو سارة متجوز 2؟ وتفتكري نقول ايه على واحدة اخرت واحد متجوز علشان تتجوزه ويصرف عليها؟ وساعتها ام سارة بتعيط وبيقول لها راشو اكيد انت بتاكلي ببنتك وعايزة تتهمي مايكل علشان تاخدي منه فلوس. وبتنهار ام سارة قوي من العياط. وبعدها بيقف ابو سارة مكان ام سارة وبيسأله راشو انت مش الاب البيولوجي لسارة، قول لي بقى بقيت اب ليها من كام سنة؟ فبيقول له ابو سارة وهي عندها 6 سنين بس كنت عارفها قبلها. وراشو بيقول له بما ان انت معاك نسخة من المفتاح اكيد ان انت دخلت واغتصبت سارة ومشيت. وساعتها ابو سارة بيعيط وهو واقف، والجلسة هنا بتنتهي وبيروح شيفا يقعد مع سارة في البيت عندها وبيقول لها لو حد قال ان ابوكي هو اللي ساب باب الاوضه انكري وقول ان الشغاله هي اللي سابته. فبتساله ساره وليه نكتب؟ فبيقول لها فيشا عايزين يلبسوا القضيه لابوكي ويقولوا ان هو اللي اعتدى عليكي. فبتقول له ساره بس هو مش بابا، انا ميزت المجرم ونحت كمان شكله. فبيقول لها شيفا مفيش دليل مات ضد وانت ذكيه، وخدي بالك قوي لو راشو حاول يلعب معاكي في الاسئله وتقولي دايما على طول مش فاهمه السؤال علشان تاخدي وقتك خالص في التفكير. وبتروح ساره المحكمه وبيسالها فيشا فقدتي بصرك ازاي وايه اللي انت فاكراه يوم الحادثه؟ فبتقول له ساره انا فقدت بصري بسبب التهاب في الشرايين. وبتحكي له ان ابوها وامها خرجوا يوميها والشغاله كمان راحت البنك، وبتفتكر لما دخلت تستحمى ولما خرجت كانت لفه الفوطه على جسمها ولقت حد ساعتها بيشد الفوطه وكتم نفسها وقال لها لو صوتي هقطع رقبتك. وبيجي بعدها راشو يسأل سارة وبيقول لها وانت بتتعرفي على الاشياء ازاي وايه هوايتك بالظبط؟ فبتقول له سارة بعرف الحاجة من خلال اللمس وهوايتي هي النحت وابويا كان بيساعدني فيها. فبيقول لها راشو وابوكي وهو بيعلمك ما كانش بيلمسك؟ طبعا انت فهماني كويس. فبيقوم فيشا وبيزعق له وبيقول له ده اتهام كنسي وليه عقوبة يا سعادة الريس. والقاضي ساعتها بيسكته وبيكمل راشو وبيسأل سارة ازاي انت عرفتي شكل مايكل وانت طبعا متعرضة للاغتصاب؟ وقالت له انا ما قاومتهوش واضطريت ان انا احسس على وشه علشان اعرف كل تفاصيل وشه. فبيقول راشو للقاضي هو ده بقى بيتسمى اغتصاب يا سعادة الريس؟ ده واضح قوي ان هي كانت مستمتعة على الاخر وكل ده طبعا برغبتها والعيلة كلها متعودة على كده. فبيتعصب فيشا ساعتها وبيقول لراشو ان بنات الجيل ده مش بيسكت عن حقه ابدا وبتعبر دايما عن مشاعرهم ومش بتقبل الذل
سيء اكيالك، ونصيحتي ليك حاول تغير من نفسك. وبتدخل بيرنا على ابوها المكتب وبتقول له ما تقلقش من فيشا، ده بقاله 5 سنين ما دخلش المحكمة. فبيقول لها راجو العدو المعروف اخطر من العدو الغير معروف، لانه بيبقى عارف كل ألاعيبك. وبيكون فينو هنا في المحكمة وبيسأله فيشا صاحبك مايكل مشي من عندك يوم ايه؟ فبيتهرب ساعتها فينو من الإجابة وبيقول له بصراحة انا مش فاكر. وبيطلع مايكل بكفالة وبيروح يقعد هنا مع صاحبه على الترابيزه، بس قبل ما المشاريب تنزل بيقول له صاحبه انا همشي علشان بابا بصراحه هيتضايق لو عرف ان انا بقابلك واقعد معاك. وبيقول له مايكل بكره هتعرف ان انا كويس. وبس مايكل ساعتها بيجيله تليفون من خطيبته وبتقول له انت بقيت مشهور قوي يا حبيبي على السوشيال ميديا. وبيفتح النت وبيلاقي الناس كلها بتتكلم وبتقول ان المغتصب لازم يفقد رجولته. وبتكون ساره هنا قاعده بتاكل مع ابوها وامها على السفره، وساعتها جرس الباب بيرن وابوها بيروح يفتح الباب وبيسمعوا صوت ابوها وهو بيصرخ. فبتقوم ام ساره جري على الصوت وبتقوم ساره وراها، وبيكون مايكل جايب معاه بلطجيه ومكتفين ابو ساره وام ساره. وبيروح يقرب من ساره وبيمسك ايديها وبيخليها تحسس على وشها، وساعتها ساره بتسقه وبيقرب عليها وبيقول لها مايكل لازم تنسحبي من القضيه والا هنطلق كل يوم زي ما انا جيتلك قبل كده. وبيروح لابو ساره وبيقول له انا حددت ليك سعر لشرف بنتك، وانت كمان دلوقتي مش قصادك اي حاجه غير ان انت تقبل العرض. وساعتها مايكل ورجالته بيمشوا من البيت وبتجري ام ساره وابو ساره على ساره وبيطمنوها ان كل حاجه هتبقى كويسه. وبيروح مايكل يقعد مع راشو وابوه في المكتب وبيقول له راشو الحركه اللي انت عملتها دي غلط وممكن توقعك. فبيقول لهم مايكل انا قلت اخوفهم بس واقرص كمان ودنهم علشان يتنازلوا عن القضيه وما سبتش ورايا اي ثغره. ولما الجلسه هنا بتبدا بيقول مايكل للقاضي ان هو وقت الجريمه كان بايت في فندق 5 نجوم. ولما هنا بتروح الفندق وبتسال السكرتير عن سجل الكاميرات في الوقت ده بيقول لها السكرتير ان الكاميرات كانت بايظه في اليوم ده. والجلسه اللي بعدها بيقول فيشا للقاضي ان لازم الشرطه تبحث عن سجل الكاميرات وتتاكد ان مايكل كان موجود في الفندق في الوقت ده. وبيحاول راجو يقول ان زمايل مايكل يشهدوا ان هو كان موجود في الفندق في الوقت ده، بس القاضي ساعتها بيأكل القضيه لغايه لما يراجعوا سجل الكاميرات. وساره بتتعرض للخوف لدرجه انها لما بتخرج من الحمام بعد الشاور بتحس بصوت وبتتفزع بسبب الموضوع ده وبتتخبط في الحيطه من التوتر. وبتروح لها امها وبتطمنها وبتاخدها كمان في حضنها. وبيجي المهندس وبيعرض سجل الكاميرات على اللاب بتاع القاضي. وبيكون مايكل في الفندق وقت ارتكاب الجريمه والكل ساعتها بينصدم. وبتفضل ساره في البيت تصلي وبتدعي ان ربنا يجيب لها حقها. وبيروح فيشا البيت وبيتفرج على الفيديو على اللاب بتاعه. وبيروح فيشا وبولي للمهندس وبيمسكوه وبيقولوا له ان الفيديو ده متفبرك. وبيخاف المهندس قوي وبيقول لهم ان راشو هو اللي اجبره على كده وهدده ان هو هيقتله لو ما عملش الفيديو ده. وبيقول بولي للمهندس لو ما اعترفتش بالحقيقه انت بس اللي هتتسكن. ويوم الجلسه بيعرض فيشا الفيديو على القاضي وبيوريله ان الفيديو ده كان متفبرك علشان المرايه اللي في الصاله بتعكس المطبخ، والمطبخ كان عليه طبق وفي نص الفيديو يا سبحان الله الطبق بيختفي. وبعد ما مايكل وصاحبه خرجوا من المطعم فجأة الطبق بيرجع تاني بطريقة سحرية طبعا يا سعادة الريس. وبيقوم راشو بيقول لازم المهندس ده يتحبس. فالمهندس ساعتها بيتعصب على راشو وبيقول ان هو اللي هتتني عشان اعمل كده. فبيقول فيشا راشو اهدى بس يا سيادة المحامي والحقيقة كلها هتبان. وبيوري له الكاميرا اللي موجودة في المكتب بتاع المهندس ومصوره راشو وهو بيقول للمهندس ازاي يفبرك الفيديو. والقاضي ساعتها بيحول راشو للتحقيق وبيخليه يتنحى عن القضيه وبيوقفه كمان عن العمل. وفي الجلسه اللي بعدها بيكون براون موجود في المحكمه وبيساله فيشا انت كنت فين يوم الحادثه؟ وبيقول له براون ان انا كنت في البيت. وبيوري له فيشا وبيطلع له ورقه فيها ارقام التليفونات وسكيل المكالمات ان هو كان على تواصل مع مايكل في نفس الوقت في المنطقه البرج دي. وبيوري له كمان صوره العربيه اللي كان سايقها. وبراون ساعتها بينكر كل ده وبيصر ان هو كان في البيت. وبتيجي بيرنا باتل راشو علشان تحاول تستدركه في الكلام لحتى اما براون بيعترف ان هو نسي كتير قوي ونسى التليفون في العربيه بتاعت مايكل. والقاضي ساعتها بيأكل الجلسه لتاني يوم وبيجيب فيشا فيديو مصور فيها براون وهو سايق العربيه في الشارع وما كانش مايكل معاه في الفيديو. وبعدها بيقدم فيشا ورقه فيها قطايع على براون من نفس النوع وتحرش ومعاكسات بس القضايا دي ما اتحكمتش فيها. وبتيجي الجلسه تاني يوم وفيشا بيحكي للقاضي وهو بيوصف كل حاجه لما مايكل راح لصاحبه فينو
علشان يعزموا على الفرح، وشاف سارة بنت الكيران عامية وانكسب إليها قوي، ولما سمع إن أبوها وأمها هيسيبوا البيت بات عند صاحبه ساعتها، وتاني يوم فضل مستني لحد ما هم خرجوا، ودخل البيت وطلع نط من البلكونة ودخل الأوضة واستخبى كمان، واستنى لحد ما سارة أخدت الفوطة ودخلت تستحمى، وهو ساعتها قلع التيشيرت، ولما سارة خرجت شد من عليها الفوطة واعتدى عليها، وسارة ما لقيتش قصادها غير ان هي تستخدم صوابعها وتلمس وشه عشان تحدد ملامحه، وبيطلب فيشة من القاضي ان هو يحط اقصى عقوبة لمايكل، وبتقوم بيرنا وبتقول للقاضي ان مفيش دليل بيثبت ان سارة بتعرف تنحت، وممكن يكون ابو سارة هو اللي نحت الوش مكانها، فبيقول فيشة للقاضي ان ممكن سارة تختار اي وش من الناس اللي قاعدة وتنحته، وبتطلب بيرنا من القاضي ان هي تختار الشخص ده اللي هتنحته، وان هو يكون في معدل زمني معين، وبيقعد راشه قدام سارة وبتبقى بتحط ايديها على وشه، بس هو بيحاول ان هو يتحرك علشان يوترها شوية، وبيقول لها انا موجود هنا علشان انقذ موكلي، وبيقول لها تفتكري في واحدة بتتعرض للاغتصاب بتبقى قاعدة تحسس على وش اللي بيغتصبها؟ انت عملت كده بالتراضي، واللي رباكي اب تاني وتعرضت للاغتصاب، تفتكري مهنة النحت دي هتنفعك بأي حاجة؟ وسارة ساعتها بتتوتر اكتر وبتبدأ تعيط، وبيقول لها انت طالعة بالظبط زي امك، خطفت الراجل من مراتاته الاتنين، وبتفضل سارة تعيط وبتنهار، والوقت ده بيخلص وبيقوم راشو ويمشي، وبتعمل سارة التمثال، وبيتقدم ساعتها للمحكمة، وبيشوفوا القاضي وبينادي ساعتها على راشو ويقف هنا وبيلف النحت وبيبقى شبه راشو بالظبط، والكل ساعتها بيسقف لسارة، وابوها بياخدها في حضنه، وبيطلب فيشة من القاضي يحط اقصى عقوبة على مايكل علشان يبقى عبرة لكل المغتصبين، واحسن حاجة ليه هو السجن مدى الحياة. وبتقول بيرنا للقاضي خد في الاعتبار سن مايكل وضيش الشباب وخليك رؤوف بيه، والقاضي ساعتها بيحكم على مايكل بالسجن لمدة 25 سنة وكفالة 2 مليون روبية، ولو ما دفعش هيسوته الحبس كمان سنتين. وبعد الجلسة بتسلم بيرنا على فيشة وبتقول له مبروك ان انت كسبت القضية ورجعت سمعتك ليك تاني، وبعدها بيروح ابو سارة وسارة الفيشة، وابو سارة بيقول لفيشة سارة ليها امنية واتمنى ان انت تحققه ليها، وبتبقى سارة عايزة تعرف شكله وبتحسس بصوابعها على وش فيشة، وبيقلع فيشة النضارة وبيتمع كمان وبتتمع سارة معاه، وبعدها بتشكره، وبعدها سارة بتشيل الطرحة من على وشها وبتطلع للناس وراسها مرفوعة. بكده بيكون خلص فيلمنا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.